عمرو أديب بيفقد أعصابه للمرة التانية بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري. شاهد بالفيديو ماذا قال، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين وعشاق النادي الأهلي المصري. عمرو أديب بيدلي بتصريحات مثيرة جدا أثارت جدل كبير نقلتها الإذاعة السعودية عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. عمرو أديب في تصريحاته قال إن النادي الأهلي عمل اللي ما قدرش يعمله الزمالك امبارح أمام المصري. عمرو أديب قال كمان: أنا عايز أفهم النادي الأهلي أحسن من الزمالك في إيه؟ الأهلي دايما بيعرف يكسب. طارق العشري عمل صور من اللعيبة أمام لعيبة النادي الأهلي، والنادي الأهلي قدر ان هو يحطم سور الاتحاد السكندري مرتين، مرة عن طريق اكرم توفيق والهدف اتلغى، المرة التانية عن طريق محمود عبد المنعم كهربا وللأسف الشديد الهدف اتحسب والاهلي كسب المباراة واخد ال3 نقط. عمرو اديب قال كمان ان طارق العشري لعب ال90 دقيقة قدام الاهلي مدافع وما قدرش ان هو يهجم هجمة واحدة على محمد الشناوي اللي كان ممكن النهاردة لو طارق العشري فتح خطوطه شوية كان ممكن سجل في النادي الاهلي، لان محمد الشناوي مش في حالته. عمرو أديب كمان اتكلم عن إمام عاشور وقال إن إمام عاشور خلاص قرب يشطب كورة مع النادي الأهلي. وعمرو أديب خص بالتصريحات إمام عاشور شوية، لأن إمام عاشور طبعا عامل أزمة كبيرة لعمرو أديب من بعد انتقاله للنادي الأهلي. عمرو أديب وضح كمان الصعوبة اللي هيكون فيها نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة القادمة في الدوري المصري، وقال إن كده خلاص الأهلي هيكسب المباراة مستريح. زيزو عامل مشاكل، وعبد الله السعيد عامل مشاكل، وجوميز عامل مشاكل، والدنيا كلها في مشاكل في نادي الزمالك، والفوز ده هيدي استقرار للنادي الأهلي. فخلينا بقى نشوف مباراة القمة ايه اللي هيحصل فيها، ولكن كل التوقعات بتقول ان النادي الاهلي هيكسب وبسهولة.